السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم النهاردة حوالي كيلو وربع طرب وكفتة بنص كيلو لحمة. بس أنا معايا نص كيلو لحمة، هحط عليه نص كوباية برغل وبصلتين مبشورين ومصفياهم من المية، وهحط ملح وفلفل اسود ورشة كبابة صيني، ولو عايزة تحطي مثلا رشة جوز الطيب ماشي مفيش مشكلة. وهنخلط الخليط ده كده كله مع بعضه، وبعد كده هنجيب الكبة اعمل فيها اللحمة على مرتين عشان ما هي هتبقى كتير عليها. هخلط اللحمة كويس قوي، اخليها تنعم في ايدي كده عشان اعرف اشكلها، وبعد كده ارجعهم في البولة تاني واحط عليهم حبة بيكنج باودر، يعني حوالي كده معلقة صغيرة. وبعد كده هدعك الكفتة كده بالبيكنج باودر، هدعكها جامد جدا بقى عشان البيكنج باودر يختلط فيها كلها. بصوا كده لحد ما تبقى الانسجة بتاعتها كده تعرفي تشكليها زي ما انت عايزة. انا هنا بقى معايا طرب، الطرب ده تخين شوية كده بس برضه هنعمله. بصوا هنلفه كده زي ورق العنب، هناخد قطعة لحمة ونحطها في الطرب كده ونلفها زي ورق العنب بالظبط ونرصه في الصينية. هيطلع طعمه تحفة على فكرة. طريقة التسوية بتاعته برضه هتبقى جميلة وسهلة. انا كده خلصت الطرب، واخش بقى على الكفتة هصبعها كده بالسيخ. عايزة تصبعيها بايدك براحتك زي ما انت عايزة يعني، بس انا حبيت النهاردة اعمل بقى طرب وكفتة كده بقى بتوع الحيتي يعني. الف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، واشتراك في قناتي مطبخ شامع حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا بما اننا مستمرين في حملة التوفير والتدبير، فانا عملت لكم النهاردة حوالي كيلو وربع او اكتر من الكفتة والطرب بنص كيلو لحمة مفرومة بس. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وياريت تقولولي رأيكم في التعليقات. هخلص بقى كل الكفتة كده، وبعدين هخش بقى على الطرب عشان اسويه. التسوية بتاعته هتبقى جميلة وسهلة ان شاء الله، وان شاء الله الطريقة هتعجبكم وتجربوها. انا بحاول اعمل طرق مختلفة لتسوية الاكلات اللي المفروض تتعمل على الفحم، بحيث ان احنا مفيش حاجة توقفنا ونقدر نعمل اي حاجة. بصوا كده في نفس الصينية اللي انا رصيت فيها الطرب هسوي فيها الطرب عادي كده. هو هينزل كل الدهون اللي فيه في الصينية دي، واول ما هيستوي بقى انا هشيله من الصينية خالص واحطه على جنب لحد ما اسوي الكفتة. طبعا انتوا عارفين انا بسوي الكفتة ازاي. عملت كذا طريقة كده لتسوية الكفتة بطريقة سهلة، علشان خاطر ما فيش حاجة برضو توقفنا ونعرف نعمل كل اللي احنا عايزينه من غير اي قيود. بصوا بقى هنا كده الطرب نزل كمية كبيرة قوي من الدهون، بصراحة كمية كبيرة جدا. بس انا كنت عارفة ان هو ينزل الكمية دي عشان هو كان تخين بصراحة، الدهن بتاعه كان كتير جدا فيه. بصوا كده هو خلاص قرب كده كله يستوي. هشيله بقى من الصينية اول ما يستوي على طول، هحطه كده على طبق، وبعد كده هسوي الكفتة كده. انا خلاص كده هبتدي اشيله هنا بقى بنقطة زيت واحدة كده، ما كملتش معلقة والله. بصوا احنا هنعمل كل اللي احنا عايزينه زي ما احنا عايزين بالظبط، وهي تطلع زي ما احنا عايزين بطريقتنا الجميلة دي السهلة. وعايزة اقول لكم انا منبهرة بصراحة، يعني انا عملت كمية كبيرة قوي من الكفتة والطرب من نص كيلو لحمة مفرومة بس. دي حاجة فيها انجاز بصراحة، مش قادرة اقول لكم يعني ولا اوصف. كده انا خلصت ورصيت الكفتة. بعد كده بقى هغطيها عشان خاطر البخار يسويها، وبعد شوية كده هقلبها علشان خاطر ما تتحرقش من جنب وجنب، لأ عشان تستوي كلها سوا مظبوط. بصوا بقى يعني انا مش عايزاها تبقى ايه ولا مستوية ولا نية، عشان هحط معاها الطرب برضه. هنا كده خلاص كانت قربت على السوا. هنزل بقى بالطرب كده وهسويهم بقى مع بعض خالص. الطرب هينزل بقى بقية الدهون اللي فيه بس مش هتبقى كتيرة، هتطعم طبعا الكفتة وتديها طعم. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وبعد كده طبعا اللي احنا بنعمله على طول الفحمية بتاعتي الجميلة دي اللي انا ما بستغناش عنها خالص. انا كده خلصت تقليب فيها واغطيها شوية وبعد كده خلاص. بصوا بقى كده لونهم الاتنين بقى تحفة ازاي مع بعض. هنحط بقى الفحمية، بس المرة دي بقى مش هحط لها زيت ولا الكلام ده. هحط معلقة صغيرة كده
من الدهن اللي خرج من الطرب، اللي نزل من الطرب، هيدي ريحة تحفة، مش قادرة اقول لكم. بصوا بقى الجمال والحلاوة، بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.